السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ محمود عطيان مدرس الرياضة للمرحلة الإعدادية والثانوية. إن شاء الله هنراجع النهاردة ليلة الامتحان للصف الأول الإعدادي. المراجعة هتبقى عبارة عن حل أهم المسائل والأسئلة المتوقعة إن شاء الله اللي هتكون معاكم إن شاء الله في الامتحان. بسم الله. عندنا حاجة اسمها الزاويتان المتتمتان. الزاويتان المتتمتان دول كل اللي أعرفه عنهم إن هما مجموعهم كام؟ مجموعهم 90 درجة. كل اللي عايزك تعرفه عنهم إن هما مجموعهم 90. والزاويتان المتكاملتان مجموعهم 180. دول مجموعهم 90 ودول مجموعهم 180. طيب انا عرفت ان المتتمتان مجموعهم كام؟ 90. المتتمتان مجموعهم 90. بيقول لي متممة ال80 هما الاتنين ب 90، انا خدت 80 يتبقى كام؟ 10. متممة ال60 خدت 60 من ال90 يتبقى كام؟ 30. متممة ال90 خدت 90 من ال90 ما تبقاش حاجة يبقى صفر. طيب المتكاملتان احنا لسه قايلين ان مجموعهم كام؟ 180. مكملة ال100 انا خدت 100 من ال180 يتبقى كام؟ 80. مكملة ال140 خدت 140 من ال180 يتبقى كام؟ 40. مكملة ال150 خدت 150 من ال180 يتبقى كام؟ 30. ده سؤال نقدر نقول عليه في فكرة، ده او ده سؤالين مهمين وفيهم فكرة. متممة مكملة ال100. بص يا سيدي، عشان تحل السؤال ده خبي اول كلمة. شايف اول كلمة ده ايه؟ مالكش دعوة بيها، انا هخبيها اهو وبعدين نرجع لها. خبت. قول لي بقى هي مكملة ال100 كام؟ 80. مكملة ال100 ايه؟ 80. ارجع بقى هات اول كلمة. متممة ال80 كام؟ خدت 80 من ال90 اتبقى معاك كام؟ 10. طب تعال نشوف دي، لو ما فهمتش دي هتفهم دي. هنخبي اول كلمة. اول كلمة ده ايه؟ مالكش دعوة بيها، مالكش دعوة بيها. متممة ال50 هي متممة ال50 كام؟ 40. مكملة ال40 خدت 40 من ال180 اتبقى كام؟ 140. نكمل اسئلة وعايزكم تركزوا معايا. احنا قلنا الزاويتان المتتمتان مجموعهم كام؟ 90. بيقول لي س وصاد زاويتان متتمتان. س وصاد زاويتان متتمتان، فإن قياس زاوية س زائد قياس زاوية صاد الاتنين على بعض ب90. طب س وصاد زاويتان متكاملتان، فإن قياس زاوية س زائد قياس زاوية صاد الاتنين على بعض ب180. بيقول لي في زاويتان متتمتان ومتساويتان. في اتنين متتمتان يعني الاتنين على بعض ب90 والاتنين قد بعض، يبقى كل واحدة فيهم كام؟ أكيد 45. بيقول لك في زاويتان متكاملتان والاتنين متساويتان. متكاملتان يعني الاتنين بكام على بعض؟ 180. ومتساويتان يعني قد بعض، فكل واحدة فيهم كام؟ كل واحدة فيهم 90. نكمل. بيقول لك ايه؟ مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة بكام يا أستاذ؟ طبعا دي معروف، الزوايا المتجمعة حول نقطة ب360 درجة، أو نقدر نقول عليهم 4 قوائم، 4 زوايا قائمة. مجموع زوايا المثلث الداخلية بكام؟ دي محفوظة 180. بص يا سيدي، أي زاوية زائد الزاوية المنعكسة بتاعتها الاتنين على بعض ب360. قياس أي زاوية زائد المنعكسة بتاعتها الاتنين على بعض بكام؟ 360. حلو، يعني قياس زاوية ألف زائد ألف المنعكسة بتاعتها الاتنين على بعض بكام يا أستاذ؟ 360. قياس زاوية س زائد قياس س المنعكسة بتاعتها الاتنين على بعض بكام؟ ب360. طيب بيقول لك إذا كان قياس زاوية ألف 60 يبقى ألف المنعكسة بكام؟ أنا لسه قايل لك إن الاتنين على بعض بكام؟ ب360. خدنا الألف 60 يبقى اتبقى كام للمنعكسة بتاعتها؟ 300. زاوية ألف ب80 يبقى ألف المنعكسة بكام يا أستاذ؟ هما الاتنين على بعض بكام؟ ب360. خدت من ال360 80، يعني اطرح من ال360 80 يديك 280. طيب طبعا احنا عارفين إذا امتدت قطعة من أحد طرفيها بلا حدود يبقى اسمها إيه يا أستاذ؟ اسمها شعاع. طب إذا امتدت قطعة من طرفاها الاتنين بلا حدود يبقى اسمها إيه يا أستاذ؟ خط مستقيم.
اتحاد شعاعين لهما نفس البداية تسمى رأس الزاوية. ده تعريف يا أستاذ الزاوية. طب ده هو العدد الدال على مقدار الانفراج. العدد الدال على مقدار الانفراج بين الضلعين ده اسمه قياس الزاوية. يعني في فرق بين الزاوية وقياس الزاوية. بيقول لك في زاوية تنحصر بين الصفر والتسعين، يبقى الزاوية دي أكيد زاوية إيه؟ زاوية حادة. طيب في زاوية تنحصر بين التسعين والمية وتمانين، يبقى الزاوية دي أكيد زاوية إيه؟ زاوية منفرجة. طيب بيقول لي في زاوية تنحصر بين المية وتمانين والتلتمية وستين، الزاوية دي عبارة عن إيه؟ زاوية منعكسة. طيب نكمل. بيقول لي شعاع يقسم الزاوية إلى نصفين. ده تعريف إيه؟ منصف الزاوية. ده التعريف بتاع منصف الزاوية. بيقول لي تتطابق القطعتان إذا كانتا متساويتان في الطول. إمتى القطعتان تتطابق؟ لو كانتا متساويتان في الطول. يبقى لازم نقول له أهو متساويتان في الطول. طب تتطابق الزاويتان إذا كانتا إيه؟ متساويتان في القياس. في فرق بين القطعة والزاوية. القطعتان يكونوا متساويتان في الطول، لكن الزاويتان يكونوا متساويتان في إيه يابا؟ في القياس. خلي بالك من الفرق ما بينهم. النسبة بين أي ضلعين متطابقين 1:1. مش هما الاتنين متطابقين؟ يعني الاتنين قد بعض. قد بعض لو قسمناهم مثلا 5/5، 5/5 لو اختصرت تديك كام إلى كام؟ 1:1. يبقى النسبة بين أي ضلعين متطابقين على طول 1:1. خلي بالك تتطابق القطعتان إذا كانتا إيه؟ متساويتان في الطول، لكن تتطابق الزاويتان إذا كانتا متساويتان في القياس. نكمل. بسم الله. بيقول لك إذا كان ألف باء يطابق س صاد، يعني قد بعض في حاجتين قد بعض. لو طرحت ألف باء ناقص س صاد مش هم قد بعض، يبقى طرحهم كصفر. طب لو قسمت ألف باء على س صاد مش هما الاتنين قد بعض، اقسم لي رقمين على بعض، أي رقم على نفسه. 5/5 يديك كام؟ 1. طيب لو جمعت ألف باء زائد س صاد هيديك 2 من ألف باء أو 2 من س صاد. إزاي يا أستاذ؟ مش هما الاتنين قد بعض؟ 5 و5 كام؟ 10. ال10 دي 5 من دي أو 5 من دي، يبقى الناتج بتاعك عبارة عن إيه؟ عبارة عن 2 ألف باء أو 2 س صاد. يبقى الناتج هقول له ده إيه؟ 2 ألف باء أو 2 س صاد. طب لو قسمت 3 ألف باء على 5 س صاد، حلو، مش الاتنين دول قد بعض؟ قد بعض يعني يطيروا مع بعض. يتبقى لك كام على كام؟ اتبقى لي 3 على 5. يعني يا أستاذ لو قال لي أنا عايز 2 س صاد على 5 ألف باء أطير دي مع دي، يبقى الناتج كام؟ 2 على 5. نكمل. بص يا سيدي بيقول لك إيه؟ إذا كان المثلث ألف باء ج يطابق المثلث س صاد ع. عارف يعني إيه يطابق؟ يعني قده بالظبط. يبقى ألف ج ده أهو قد مين؟ بص يا سيدي ألف ج قد س ع. يبقى ألف ج قد إيه؟ س ع. طب ألف باء قد س صاد، يبقى ألف باء على طول قد إيه؟ س صاد. طب صاد عين قد باء ج، يبقى صاد عين قد مين يا أستاذ؟ على طول قد باء ج. نكمل وركز معايا. طيب بيقول لك قياس زاوية ج. قياس زاوية ج يا أستاذ، قياس زاوية ج أكيد قد قياس زاوية ع. طيب قياس زاوية س. قياس زاوية س يا أستاذ أكيد قد قياس زاوية أ. قياس زاوية أ ج باء. أ ج باء، خليك معايا. فين أ ج باء ديت؟ بص يا حاج، قال لك أ ج باء، هتقول له أنت إيه؟ س ع صاد. س ع صاد. طيب نكمل. خلي بالك بقى من الكام نقطة اللي جاية دي. بيقول إيه؟ أ باء يساوي ج د، فإن القطعة المستقيمة أ باء تطابق القطعة المستقيمة ج د. بمعنى دي كده
نحط يساوي. حط لك علامة القطعة المستقيمة خليها ايه؟ يطابق. هو بيقول لك ايه؟ القطعة المستقيمة سنصاد تطابق القطعة المستقيمة علان. شال علامة القطعة المستقيمة يبقى انا خليها ايه؟ يساوي. يبقى انت تخليك مركز. لو حط لك علامة القطعة المستقيمة، حط علامة القطعة المستقيمة يبقى يطابق. شال علامة القطعة المستقيمة يبقى يساوي. ركز معايا كده تاني. هو هنا حط علامة القطعة المستقيمة يبقى حط انا ايه؟ يطابق. هنا شال علامة القطعة المستقيمة يبقى حط ايه؟ يساوي. طبعا احنا حافظين ان المستقيمان الموازيان لثالث مالهم يا استاذ؟ متوازيان. طب المستقيمان العموديان على ثالث برضه يا استاذ متوازيان. طيب المستقيم العمودي على احد مستقيمين متوازيين يكون ايه؟ يكون عمودي على الاخر. بيكون عمودي على الاخر. اذا وازى مستقيمان مستقيما ثالثا، يعني لو في مستقيمين بيوازوا ثالث، اتنين بيوازوا ثالث، يبقى الاتنين دول اكيد متوازيان. والحاجات دي احنا المفروض حافظينها. نكمل بسم الله. بص يا سيدي، اذا قطع مستقيمين متوازيين فان كل زاويتان متبادلتان مالهم؟ متساويتان. كل زاويتان متبادلتان متساويتان. طب كل زاويتان متناظرتان برضو متساويتان. طب كل زاويتان متداخلتان وفي جهة واحدة، قال لك دول متكاملتان. يعني ايه يا استاذ متكاملتان؟ يعني مجموعهم 180 درجة. تاني، كل زاويتان متبادلتان متساويتان. طب كل زاويتان متناظرتان برضو متساويتان. ايه اللي مختلفة؟ كل زاويتان متداخلتان دول مالهم؟ متكاملتان او مجموعهم 180. طبعا احنا حافظين حالات التطابق. حالات التطابق ايه؟ ضلعان وزاوية محصورة، او زاويتان وضلع، او ثلاثة اضلاع، او وتر وضلع في المثلث القائم. ضلعان وزاوية، زاويتان وضلع، ثلاثة أضلاع، أو وتر وضلع في المثلث القائم. ثلاثة أضلاع دي ممكن نقول مكانها إيه؟ نقول مكانها كل ضلع مع نظيره. بدل كلمة ثلاثة أضلاع أقدر أقول مكانها كل ضلع مع نظيره. نكمل بسم الله. طبعا ده تعريف مهم. المستقيم العمودي على قطعة مستقيمة من منتصفها ده يسمى يا أستاذ؟ على طول احنا حافظينه محور تماثل. بص يا سيدي، الثلاث نقط دول مهمين جدا. إذا كانت الزاويتان المتجاورتان متكاملتان، يعني مجموعهم كام؟ 180، يبقى الضلعين اللي على الأطراف مالهم؟ على استقامة واحدة. ليه يا أستاذ؟ بص يا حبيبي، دلوقتي زاوية أهي وزاوية أهي، الاتنين جيران. قلت لك إن ده ب80 وده ب100، يعني دول مجموعهم كام؟ 180. يبقى الضلعين اللي على الاطراف ده اهو وده اهو مالهم؟ اهو على استقامة واحدة. طيب نكمل على اللي بعدها. طب لو كان الزاويتين المتجاورتين دول متتمتان يعني مجموعهم كام يا استاذ؟ 90. اهو يا استاذ زاوية اهي وزاوية اهي متجاورتان والاتنين مجموعهم كام؟ 90. الضلعين اللي على الاطراف بقى، الضلع ده والضلع ده مالهم يا استاذ؟ متعامدان. يبقى الضلعين مالهم؟ متعامدان. تاني ونركز سوا، خليك معايا تاني. بص يا حبيبي، لو قالك ان الزاويتان المتجاورتان متكاملتان يبقى الضلعين اللي على الاطراف مالهم؟ على استقامة واحدة. دي ملاحظة مهمة. طب لو قال لك هما متتامتان يبقى الضلعين اللي على الاطراف متعامدان. خلي بالك، المنصفات لزاويتان متجاورتان ومتكاملتان يكونوا ايه؟ متعامدان. خلي بالك من الملاحظات دي. دي اسئله بتيجي في اختر او في اكمل. نكمل نخش بقى على المسائل. بص يا سيدي، المسائل ده كلها فكرتها واحده، فعايزك تركز معايا وما تسرحش. كل اللي عايزك تعرفه ان مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة
بيساوي كام يا أستاذ؟ بيساوي 360 درجة. الزوايا المتجمعة حول نقطة بكام يا أستاذ؟ ب 360 درجة. حلو. دي نقطة أهي، وفي شوية زوايا متجمعين حوالين منها. اللي أنا أعرفه إن الزوايا دي كلها على بعضها بكام يا أستاذ؟ ب 360. حلو. أدي نقطة، وادي شوية زوايا متجمعين حوالين النقطة. قلت لك إن ده ب60 وده ب40 وده ب100 ودهيت مثلا يا سيدي ب60. عايز ده، هقول له بص يا استاذ، كل الهليله دي كلها على بعضها المفروض تبقى بكام؟ 360. معايا انا 140 و60، ادي كده 200. 260. انت معاك 260 من ال 360 هيبقى لك كام؟ 100. يبقى اللي ناقصه دي اكيد بكام؟ اكيد اللي ناقصه دي يا استاذ ب 100. نكمل وركز معايا. هو مديك شويه زوايا، في شويه زوايا معايا هم. واحده بكام؟ ب 110. وواحده قايمه، والقايمه دي بكام؟ ب 90. وواحده ب 40. عاوز الزاويه ده اهي. هتقول له يا استاذ، هتقول له بما ان مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه بيساوي كام؟ 360. اذا قياس الزاويه اللي انت عايزها اسمها ايه؟ الزاويه دي بثلاث حروف، باء ميم جيم. اسمها زاويه باء ميم جيم بيساوي كام؟ 360 ناقص، وافتح قوس واكتب اللي معايا في القوس. اكتب ايه في القوس؟ 110 و90 و40. 110 زائد 90 زائد 40، واقفل القوس. اجمع دول 110 و90 200. 240 يبقى 360 ناقص ال 240 يبقى كام يا استاذ؟ 120. يبقى الزاويه اللي انت عاوزها ب 120. كمان واحده اهي. عاوز مني الزاويه ده اهي. هقول له بما ان مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه بيساوي كام؟ 360. اذا قياس الزاويه ده اهي اسمها الزاويه دي الف باء دال. اذا قياس زاويه الف باء دال بيساوي ايه؟ 360 ناقص، وافتح قوس. اكتب ايه في القوس؟ اللي معاك دي قايمه يعني بكام؟ 90. يعني اكتب في القوس 90 زائد 130. 90 زائد ال 130. 90 و130 220. 360 نقص منهم 220 هيتبقى لك كام؟ اتبقى لي 140. طيب نكمل. بص يا سيدي، بسم الله. دلوقتي راسم لك مسألة زي دي، وعامل لك هنا نجمة وهنا نجمة وهنا نجمة. يقصد ايه؟ ان التلاتة قد بعض. طب حلو، مش انا عارف ان مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة ب 360؟ اعتبر انت معاك 360 جنيه. هتقسمهم على 3. هتقسم ال 360 على التلاتة، يبقى كل واحدة فيهم 360 على 3 فيها كام؟ 120. نكمل. جايب لك مثال زي ده. هقول له تعالى لي. اولا النجمة دي والنجمة دي يعني الاتنين قد بعض، ودي ب50، يبقى دي رخرة بكام؟ ب50. عايز انت الزاوية ده اهي. هتجيبها ازاي؟ بما ان مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة بيساوي 360. اذا قياس زاوية، اسمها الزاوية دي ألف ميم هاء. قياس زاوية ألف ميم هاء بيساوي 360 ناقص، وافتح ايه؟ قوس. اكتب ايه في القوس؟ اللي معاك 40 و50 و50 و120. 40 زائد 50 زائد 50 زائد 120. نجمع كل دول. 50 و50 100. 100 و120 220. 220 وكمان 40 يبقى 260. 360 نقص 260 يبقى لك كام؟ اتبقى لي 100 يا استاذ. نخش على مسائل التطابق. بص يا سيدي، اسهل مسائل في الدنيا هي مسائل التطابق. اول مسألة راسم لك مثال زي ده، بيقول لك اثبت ان المثلثان مالهم متطابقان. وبعد ما تثبت ان المثلثان متطابقان هات ايه؟ هات طول د ج. اقول له عينيا. بص على الرسم وطلع المعطيات من الرسم. هو عامل لك على الضلع ده شرطة وعلى الضلع ده شرطة، يعني ده قد ده. عامل لك هنا علامة زاوية قايمة،
وهنا علامة زاوية قايمة، يبقى قياس الزاوية دي قد قياس الزاوية دي. اللي في النص كنا بنسميه ايه؟ ضلع مشترك. انا عاوز 3 حاجات في المثلث ده قد 3 حاجات في المثلث ده. هقول له كده اهو، المثلثان فيهما، لازم اطلع 3 حاجات قد بعض. ده عليه شرط وده عليه شرط، يبقى ده قد ده. يبقى مين قد مين؟ ألف باء بيساوي باء ج. ماشي يا أستاذ، دي رقم 1. ألف باء بيساوي باء ج، واكتب له كده اهو رقم 1. طيب باء دال ده، باء دال ده بنسميه ايه؟ ضلع مشترك، يبقى ده رقم 2. عامل لك هنا علامة زاوية قايمة وهنا علامة زاوية قايمة، يبقى الزاوية دي قد دي. يبقى قياس زاوية ألف بيساوي قياس زاوية ج. كده انت جبت ال3 شروط بتوعك. هتقول له من 1 و2 و3 ينتج أن المثلثان متطابقان. يبقى تكتب له كده من 1 و2 و3 ينتج أن المثلثان متطابقان. وينتج أن، ينتج ايه تاني؟ بص يا سيدي، هو مديك الضلع ده ب3 سم، يبقى الضلع اللي قصاده اللي شبهه بكام؟ ب3 سم. يبقى ده الجيم اللي هو عاوزه ده هو بكام؟ ب3 سم. نكمل بسم الله. عايزك تطول نفسك معانا لأن الحصة دي مهمة جدا. بيقول لك اكتب شروط تطابق المثلثين. عايز نكتب شروط التطابق برضو 3 شروط، لازم أجمع 3 شروط. عامل لي على الضلع ده شرطة والضلع ده شرطة، يبقى قد بعض. عامل لي على الضلع ده شرطتين والضلع ده شرطتين، يبقى قد بعض. كده معاك حاجتين قد بعض، ده قد ده وده اهو قد ده اهو. فين التالت؟ الزاوية ده اهي قد ده اهي بالتقابل بالرأس. اوعى تكون نسيت التقابل بالرأس، دي بتبقى قد دي ودي بتبقى قد دي. يبقى انا محتاج كام شرط؟ 3 يا استاذ. تعال نحلهم يلا، هنقولهم شفوي. المثلثان فيهما ألف ميم بيساوي ميم دال. الشرط الثاني باء ميم بيساوي ميم جيم. الشرط الثالث قياس الزاوية دي قد دي. الزاوية دي اسمها ايه؟ قياس زاوية ألف ميم باء يساوي قياس زاوية جيم ميم دال. من 1 و2 و3 ينتج أن المثلثان متطابقان. وصلت؟ بإذن الله تكون وصلت. نكمل. راسم لك مثال زي ده وبرضه بيقول لك اكتب شروط التطابق. تافه جدا. نحل يا استاذ سوا. هقول له المثلثان فيهما، محتاج 3 حاجات. عامل لك هنا شرطه وهنا شرطه، يبقى ده قد ده، يعني الف باء بيساوي الف ج، وادي الشرط الاول. تاني شرط باء دال بيساوي دال ج، وادي الشرط الثاني. اللي في النص ده كنا بنسميه ايه؟ ضلع مشترك. يبقى ألف دال ماله يا أستاذ؟ ألف دال ضلع مشترك، وده رقم 3. من 1 و2 و3 ينتج أن المثلثان متطابقان. اللي بعد منه نكمل. جايب لك مثال زي ده. عايز منك حاجتين. أول حاجة عايز منك شروط التطابق، تاني حاجة عاوز منك طول ألف ج. خليك معايا. يعني ايه العلامة دي يا أستاذ والعلامة ديت؟ يعني الزاوية دي قد دي. يعني ايه العلامة دي والعلامة دي؟ يعني الزاوية دي قد دي، واللي في النص ضلع مشترك. طب حل معايا يا أستاذ. عيني. هقول له المثلثان فيهما قياس الزاوية دي قد قياس الزاوية دي. طب الزاوية ده اسمها ايه بقى؟ انطق معايا. قياس زاوية باء ألف د يساوي قياس الزاوية دي اسمها ايه ديت؟ ج ألف د. يبقى قياس زاوية باء ألف د يساوي قياس زاوية ج ألف د، وادي الشرط الأول. طيب تاني شرط يا أستاذ، الزاوية ده اهي قد الزاوية ده اهي. الزاوية دي اسمها يا أستاذ قياس زاوية ألف د باء يساوي قياس زاوية ألف د ج. هقول له قياس زاوية ألف د باء يساوي قياس زاوية ألف د ج. طب الشرط التالت يا أستاذ، إن ده اهو ضلع مشترك، إن ألف د ضلع مشترك. يبقى ده الشرط الأول وده الثاني وده الشرط الكام؟ الثالث. هقول له من 1 و2 و3 ينتج أن المثلثان متطابقان. وينتج أن، ينتج يا أستاذ مش ده 5 يبقى ده آخر 5 سم، يبقى ينتج إن ده هو ب5 سم. نكمل. رسم لك مثلثين زي دول
وبيقول لك عايز منك قياس زاوية أ ب د. بص يا سيدي توكلنا على الله، ركز معايا. مش هو عامل لي على ده شرطة وده شرطة؟ يبقى ده قد ده، أ ب قد ب ج. ده رقم كام؟ ده رقم واحد. عامل لي على ده شرطتين وده شرطتين، يعني ده قد ده، يبقى أ د بيساوي ج د. ده رقم اتنين. طب رقم تلاتة، ب د ضلع مشترك. ب د يا أستاذ ضلع مشترك، ده رقم تلاتة. يعني ينتج إن المثلثان دول مالهم متطابقان. يبقى من واحد واثنين وثلاثة ينتج إن المثلثان إيه؟ متطابقان. خليك بقى معايا. متطابقان يعني كل حاجة في المثلث ده قد كل حاجة في المثلث ده. خليك معايا، كل حاجة هنا قد كل حاجة هنا. ينتج إن المثلث أ ب د يطابق المثلث ج. ركز معايا، ج ب د. ركز معايا، ده يطابق ده. طيب يعني ايه يا استاذ؟ يعني طالما ده ب70 يبقى ده رخرة بكام؟ ب70. طالما ده ب30 يبقى ده رخرة بكام؟ ب30. طب هي مجموع زوايا المثلث كام؟ 180. تعال نبص في المثلث اللي فوق، مش عايزك تبص في المثلث اللي تحت، بص لي في المثلث اللي فوق بس. المثلث اللي فوق مجموع زوايا كام؟ 180. معايا كام؟ 70 ومعايا 30، يعني انا معايا 100. يبقى اللي باقيه كام؟ 80. يبقى الزاويه ده اهي ب 80. هو كان طالب مني الزاويه دي، يبقى الزاويه دي بكام؟ ب 80. نكمل. بيقول لي اثبت ان المثلثان متطابقان. مثال تافه جدا وبسيط جدا. هقول له عينيا. لازم 3 شروط. الشرط الاولاني عامل لك ان الزاويه دي قد الزاويه دي، يبقى قياس زاويه أ بيساوي قياس زاويه د. الشرط الثاني عامل لك على الضلع ده شرطتين والضلع ده شرطتين، يبقى أ م بيساوي م د. طب الشرط الثالث لو جدع هاته التقابل بالراس. تعال نحلها يلا. يبقى المثلثان فيهما ايه يا استاذ؟ تعال نقول سوا. ها، قياس زاويه أ بيساوي قياس زاويه د. قياس زاويه أ بيساوي قياس زاويه د. ده رقم واحد. الشرط الثاني الضلع ده قد الضلع ده، يبقى أ م بيساوي م د. ده رقم 2. طب الشرط الثالث قياس الزاويه دي بيساوي قياس الزاويه دي بالتقابل بالراس. الزاويه دي اسمها يا استاذ؟ اسمها زاويه أ م ب. يساوي الزاويه دي اسمها يا استاذ؟ ج م د. يبقى قياس زاويه أ م ب يساوي قياس زاويه ج م د بالتقابل بالراس. يبقى اقول له بقى ايه؟ من 1 و2 و3 ينتج ان المثلثان متطابقان، وكده انا اثبتت التطابق. نكمل. مثال زي ده انا عايزك تركز قوي في المثال ده، لان المثال ده مثال مهم. بص يا سيدي، هو راسم لك الرسمه دي وعاوز منك زاويه أ م د وعاوز منك زاويه ج م ه. ركز بقى معايا. دلوقتي الزاويه اللي فوق ده اهي زاويه ايه؟ زاويه مستقيمه. والزاويه المستقيمه يا استاذ بكام؟ المستقيمه يا استاذ ب 180. الله ينور عليك. 180 وانت معاك 140، اتبقى كام يا استاذ؟ اتبقى 40. 40 ودي قد دي، يبقى كل واحده فيهم كام؟ 20. يبقى اقول له بما ان الزاويه المستقيمه بيساوي 180 درجه، اذا قياس ده اهي بيساوي ده اهي، وكل واحده فيهم بكام؟ ب 20 درجه. تمام يا استاذ. ركز بقى معايا، انا عايزك تركز في الحته اللي انا هعملها دي. بص يا سيدي، نجيب بس الاستيكه. ركز بس معايا في المثال ده كويس، لان المثال ده مهم. دلوقتي نسال سؤال. الزاويه ده اهي، ده اهي زاويه ايه؟ زاويه مستقيمه ب 180 درجه. حلو. واخد انت من ال 180 كام؟ واخد 140. اتبقى لك كام؟ 40. 40 على الاتنين دول، يبقى كل واحده في دول بكام؟ ب 20. طيب انا عايزك تركز في اللي انا هعمله. ايه اللي انا هعمله؟ بص يا سيدي، مش احنا عرفنا ان كل واحده فيهم ب 20؟ يا استاذ خليك معايا بقى. احنا عرفنا ان دي ب 20 ودي ب 20. طيب ده هيبقى ب 140، يبقى ده اهي ب 140 بالتقابل بالراس. الزاويه ده اهي ب 140 بالتقابل بالراس. طب اللي تحت يا استاذ زاويه ايه؟ اللي تحت ده زاويه مستقيمه، والمستقيمه ب 180، معاك 140، يتبقى كام؟ اتبقى 40. نكمل.
وبإذن الله تفهم اللي بعدها زيها بالظبط. جاي لك مثال زي ده، هو هنا عاكس بقى. برضو دي زاوية يا أستاذ، زاوية مستقيمة. المستقيمة بكام؟ 180. حلو، المستقيمة ب 180 درجة. مش هو عامل لك هنا نقطة وهنا نقطة، يعني دي قد دي، دي قد دي، يعني كل واحدة فيهم ب 30. واحنا اتفقنا ان المستقيمة اللي فوق على بعضها بكام؟ ب 180. معايا انا بقى كام؟ معايا 60، يبقى دي تاخد كام؟ 120. حلو، 120 يبقى اللي في وشها بالتقابل بالرأس بكام؟ 120. واللي تحت برضو، اللي تحت برضو عبارة عن زاوية مستقيمة. مش اللي تحت ده اهي زاوية مستقيمة، مستقيمة بكام يا أستاذ؟ ب 180. معاك كام؟ 120. اتبقى كام؟ اتبقى 60. ونكمل. بص يا سيدي، عايزك تركز معايا. ألف باء ج، دول 3 نقط. أعرف إزاي إن هم على استقامة واحدة ولا مش على استقامة واحدة؟ لو عاملين زاوية مستقيمة. لو 180 يبقى هم على استقامة واحدة. يعني اعمل لك كده 80 و100 كام؟ 180. 180 يعني على استقامة واحدة. طب اعمل لي كده 70 و100، 170، يبقى ليست على استقامة واحدة. السؤال بتاعنا بيقول لك هل ألف وباء وجيم تقع على استقامة واحدة أم لا؟ والله يا أستاذ هجمع ال3 دول، لو طلعوا 180 يبقى على استقامة واحدة، ما طلعوش 180 يبقى ليست على استقامة واحدة. هجمع ال40 وال100 وال41 طلعوا 181، لا يبقى النقط ليست على استقامة واحدة. طيب نكمل. ركز بقى معايا في نظرية تاليس ديت او الاجزاء المتوازية، عايزك تركز معايا فيها جدا لان لازم ان شاء الله تقابلك مسألة زيها في الامتحان، لازم باذن الله. نخش على نظرية تاليس. بص يا سيدي، نظرية تاليس دي بتقول لك ايه؟ او الاجزاء المتناسبة. بص يا سيدي، بيقول لك لو ده اهو بيوازي ده اهو بيوازي ده اهو بيوازي ده اهو، والضلع ده قد الضلع ده قد الضلع ده، يبقى الضلع ده قد الضلع ده قد الضلع ده. تعال نشوف مسألتنا ان شاء الله. نظريه تافهه خالص وبتتحل في 3 سطور بالظبط. بص يا سيدي، هو عامل لك على ده علامه التوازي اهو، وعلى ده علامه التوازي، وعلى ده علامه التوازي، وده رقم. ده بيوازي ده بيوازي ده بيوازي ده، وعامل لك هنا شرطه وهنا شرطه وهنا شرطه، يعني يقصد ان ده قد ده قد ده على طول. ده اهو قد ده اهو قد ده اهو. طيب كل ده بكام؟ ب9 سنتي. هقسم ال9 على كام جزء يا أستاذ؟ على 3 أجزاء. 9 على 3 أجزاء، كل جزء فيهم ياخد كام يا أستاذ؟ ياخد 3 مظبوط. نحلها بقى بالبرهان. ركز معايا. ازاي احلها بالبرهان؟ تافهة خالص. هقول له بما ان ده بيوازي ده بيوازي ده بيوازي ده، وبما ان ده اهو قد ده اهو قد ده اهو، يبقى ده اهو قد ده اهو قد ده اهو، كل واحد فيهم 9 على 3. 9 على 3 فيها كام؟ فيها 3. طب يا استاذ حل لي بالبرهان. احل لك اللي بعدها بالبرهان. بص يا سيدي بالخطوات اهو، ركز معايا. هقول له بما ان الف واو يوازي د هاء اللي عليهم اسهم، يوازي س صاد، يوازي باء ج. بما ان ده بيوازي اللي تحته بيوازي اللي تحته بيوازي اللي تحته، دور على اللي عليهم شرط. ده عليه شرط وده عليه شرطه وده عليه شرط. وبما ان الف هاء يساوي هاء صاد يساوي صاد ج، وبما ان الف هاء يساوي هاء صاد يساوي صاد ج. اذا اللي في الناحيه الثانيه قد بعض. ده قد ده قد ده. هقول له اذا الف د يساوي د س يساوي س باء. الف د يساوي د س يساوي س باء. بيساوي كام يا استاذ؟ بيساوي ال15 على ال3 حتت. 15 على ال3 يبقى كل واحد فيهم كام؟ 5 سم. يبقى ده ب5 سم وده ب5 سم وده ب5 سم. شوف هو عاوز منك ايه؟ عاوز مني يا استاذ د س د س د س الحته ده هي يا استاذ ب5 سم. طب لو طلب منك ده الباء كل ده يا استاذ بكام؟ ب5 و5 يعني ب10. نشوف اللي بعد منه زيها بالظبط.
نفس الكلام بالظبط. المثال اهو، بص يا سيدي، هقول له بما ان د س يوازي ه ص يوازي باء ج يوازي ا واو، اللي عليهم اسهم. بما ان د س يوازي ه ص يوازي باء ج يوازي ا واو، وبما ان اللي عليهم شرط، بما ان س ص يساوي ص ج يساوي ج واو، بما ان س ص يساوي ص ج يساوي ج واو، اذا اللي في الناحيه الثانيه قد بعض. اذا د الهاء يساوي هاء باء يساوي باء الف، اذا د الهاء يساوي هاء باء يساوي باء الف، يساوي كام؟ يساوي الستة سنتي دي كلها مقسومه على 3 حتت، يساوي الستة على التلاتة، فيها كام يا أستاذ؟ فيها ال2 سنتي. نكمل يا أستاذ، ركز معايا. أخوه بالظبط نفس الكلام بالظبط. جاي لي مثال أهو، ركز معايا في المثال ده. هقول له بما أن أ ص يوازي د هاء يوازي باء ج، بما أن أ ص يوازي د هاء يوازي باء ج، فين اللي عليهم شرط؟ وبما أن أ هاء يساوي هاء ج، وبما أن أ هاء يساوي هاء ج، إذا اللي في الناحية التانية قد بعض. إذا أ د يساوي د باء، إذا أ د يساوي د باء، يساوي إيه بقى؟ ال8 دي هقسمها المرة دي على كام جزء؟ على جزئين، يبقى 8 على 2 فيها 4، يبقى الحتة دي ب4 والحتة دي ب4. شوف هو عاوز منك ايه؟ عاوز مني طول أ د. أ د بكام سنتي؟ ب4 سنتي. نخش على المثال اللي بعده. بسم الله. ده سؤال بيجي في اختر ومهم قوي، ركز معايا. هنا مش مديك اطوال، بيقول لك أ د إلى أ باء بيساوي كام؟ بص يا سيدي، مش ده اهو بيوازي ده اهو بيوازي ده اهو، وده قد ده، يبقى اكيد ده قد ده. يا استاذ، يعني أ د قد ده الباء، الاتنين قد بعض، تمام. ايه رأيك اما افترض ان ده بسين وده بسين؟ صح يا استاذ؟ ده بسين وده بسين، ده بكاف وده بكاف، ده ب5 وده ب5، المهم ان هم قد بعض. حلو، يعني أ د ده يا استاذ، أ د انا فرضته بايه؟ فرضناه بسين. أ د ده فرضناه بسين واحده. طيب أ باء يا استاذ، كل ده فرضناه بجوز سينات، مش بسين بقى. بكام سين دول يا استاذ؟ بجوز سينات. اطير السين مع السين يبقى الاجابه ايه؟ 1/2. بص معايا وانا هعيدها لك كمان مره، بس ركز معايا. بص يا سيدي، مثال زي ده اهو، ركز معايا لان دي اصعب. عامل لك توازي اهو، ركز يا سيدي. بيقول لك دول بيوازوا بعض، تمام. أ باء ج د س ص عين لا. بيقول لي ايه؟ أ ج إلى أ عين يساوي نقط، والاختيارات اهي، 1/2 ولا 1/3 ولا 2/3 ولا 2/1 ولا. تعال نشوف دلوقتي يا استاذ. ده اهو بيوازي ده اهو بيوازي ده اهو بيوازي ده اهو، وده قد ده يبقى اكيد ده اهو قد ده اهو قد ده اهو. طيب ايه رايك اما افترض ان كل واحد فيهم مثلا ه واو كاف اي حاجه؟ انا هفترض ان كل واحد فيهم ايه؟ ه. مش ده قد ده، فرضنا ان كل واحد فيهم ه. حلو. أ ج يا استاذ احنا فارضينه بايه؟ به. ه واحده. طب أ عين كل ده يا استاذ، كل ده به وه، يعني 3 ههات. اله راحت مع اله الله يرحمهم، يبقى الناتج ايه؟ 1/3. نشوف اللي بعد منها. بص يا سيدي، نخش على التوازي بقى، وعايزك تركز معايا. تبادل بقى وتناظر وتداخل والكلام ده. حرف الزد احنا عارفينه صح؟ الزاويه دي بتبقى قد دي بالتبادل، يعني لو ده 40 يبقى ده 40. لو اعمل لك كده، ده 50 ده 50، بس بشرط ان ده اهو يوازي ده اهو، لازم ده يوازي ده. حلو. بص يا عم، هو هيديك مسألة زي دي بالظبط. يعني هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك كده اهو، ركز معايا. هيرسم لك حرف زد، يقول لك ده ب20،
يبقى ده بكام؟ ب20. طب حرف اليو يا استاذ، حرف اليو بيقول لك طالما ده بيوازي ده، الزاويه دي ودي الاتنين على بعض بكام؟ ب180. الاتنين على بعض ب180، هما مش قد بعض، هما الاتنين على بعض ب180. تمام. يعني يا استاذ لو كانت ده اهي 100 دي كام؟ 80. طب ركز بقى معايا دلوقتي، في حرف زد عندي اهو، حرف زد اهو، زد دي كام؟ 80. يبقى اكيد دي 80 بالتبادل. هقول له بما ان ده الهاء يوازي الف ج، يبقى قياس زاويه ج بيساوي 80 بالتبادل. طيب لو واخد بالك في حرف يو اهو، في حرف يو اهو، حرف يو اهو، ركز معايا اهو، ده حرف يو، يو وانت معاك لي دي كام؟ 80. اتبقى كام؟ اتبقى 100. طب كمان مره المثال ده وركز معايا وما تسرحش. المثال عامل لك كده زد وكمل الزد يو، بيقول لك ان ده اهو بيوازي ده اهو، وده اهو بيوازي ده اهو. ركز بقى معايا، الف باء جيم دال هاء، ويقول لك ان الزاويه ده هيبقى 40. عاوز مني دي وعاوز مني دي، اقول له عينيا. بما ان الف باء بيوازي ج د، بما ان الف باء بيوازي ج د، يبقى قياس الزاويه ده هي بيساوي 40 بالتبادل. يبقى قياس زاويه د بيساوي 40 درجه بالتبادل. ماشي يا استاذ. طيب مين تاني بيوازي مين اللي عليهم اسهم؟ بما ان هاء ج بيوازي الف د، بما ان هاء ج بيوازي الف د، احنا قلنا ده 40 صح؟ هما الاتنين دول على بعض بكام؟ 180. معاك 40 يبقى دي بكام؟ ب140 بالتداخل. اذا قياس زاوية ج بيساوي 140 درجة بالتداخل. نشوف اللي بعد منه. بص بقى يا سيدي، المثال ده مهم جدا جدا، ركز معايا في المثال ده لانه مهم. هو مديك ده بيوازي ده، عامل لك على ده سهم وده سهم، يعني ده بيوازي ده. بيقول لك هل ده هو بيوازي ده هو ولا لا؟ هقول له ربنا يسهل، والله ما اعرفش. انا اللي اعرفه ان طالما ده بيوازي ده يبقى استخدم حرف الزد. زد دي كام؟ 80. يبقى اكيد دي كام بالتبادل؟ 80. يبقى بما ان د الهاء يوازي الف ج، اذا قياس زاويه ج بيساوي كام؟ بيساوي 80 بالتبادل. تمام. بص بقى ده اهي وده اهي، لو مجموعهم 180 يبقى ده بيوازي ده. طب لو مجموعهم مش 180 يبقى ده مش بيوازي ده. هو دلوقتي مجموع الاتنين دول كام؟ 180. يبقى باء الف بيوازي د ج، لان مجموع الزاويتين دول بكام؟ ب180. طب بص على اللي جايه دي كده، عايزك تركز في ده. نفس المساله بالظبط بتغيير الارقام. بيقول لك هل ده اهو بيوازي ده هو ولا لا؟ هقول له بص يا استاذ، والله لو دي ودي طلعوا ب180 يبقى باء الف بيوازي د ج. طب لو ما طلعوش ب180 يبقى باء الف لا يوازي د ج. تعال نشوف. انت دلوقتي مش ده اهو بيوازي ده اهو، عرفت منين؟ إيه؟ بالسهم يا باشا. بما ان د الهاء يوازي الف ج، يبقى حرف الزد هنستخدمه قياس زاوية ج بيساوي 70 بالتبادل. حلو يا استاذ، دي ب70. هجمع دي ودي، لو طلعوا 180 يبقى باء الف يوازي د ج. جمعناهم طلعوا كام؟ 170. يعني جمعت قياس زاوية الف، قياس زاوية الف زائد قياس زاوية ج، طلعوا 170. هل ده بقى يوازي ده ولا لا يوازي؟ لا يوازي. اقول له اذا باء الف لا يوازي د ج. نشوف اللي بعد منه. تعال نخش على دي، هتلاقي زد ويو مع بعض. ركز معايا في المثال. بسم الله. انا عايزك تركز معايا في حرف الزد. زد لو ده 40 يبقى اللي تحت 40 طالما ده بيوازي ده. طيب حرف اليو، اليو بيبقى الاتنين على بعض مجموعهم كام؟ 180. يعني لو دي 100 دي كام؟ 80. الاتنين على بعض 180. حلو. والله يا استاذ في زد اهو، يبقى ده 40. يا استاذ في يو اهو، حرف اليو اهو، اليو الاتنين على بعض بكام؟ 180. معايا 80، اتبقى كام؟ اتبقى 100 صح؟ اتبقى 100، يبقى الزاويه ده ب 100. طيب هو عايز ايه؟ عايز زاويه الف ج د. الف ج د، الف ج د يا استاذ ب 40. طب عاوز زاويه
د ج ه. د ج ه يا استاذ ب100. طب لو عاوز زاوية أ ج ه كلها على بعضها 140. كده انت تمام. ونركز تاني كمان مرة وركز معايا. بسم الله. نحلها من البداية. انا عدتلك تاني عشان هي مسألة مهمة. مسألة مهمة يعني ممكن تلاقيها في الامتحان بإذن الله. هنقول له ايه؟ هنقول له بما ان أ باء يوازي د ج. بما ان أ باء يوازي د ج. إذا قياس زاوية ج بيساوي 40 بالتبادل. تمام. بما ان د ج يوازي واو هاء. بما ان د ج يوازي واو هاء. إذا قياس زاوية ج بكام يا أستاذ؟ مش ده حرف اليو؟ يو تداخل. تداخل بكام؟ 180. معاك 80 يبقى كام؟ 100. يبقى ده 40 ودي 100. إذا قياس زاوية د ج هاء. قياس زاوية د ج هاء. قياس زاوية د ج هاء بيساوي كام يا أستاذ؟ بيساوي 100. معاك 80 يبقى 100. لو طلب الزاوية دي ب 40، طلب دي ب 100، طلب الزاوية دي كلها ب 140. ونشوف واحدة كمان. ركز معايا في المثال ده كويس. بسم الله. أنا كاتب لك إيه؟ هات كل حاجة. كل الزوايا عايزين نجيبها. بسم الله. مش في توازي أهو؟ حرف زد لو مش واخد بالك منه. خدت بالك من حرف الزد؟ دي بكام يا أستاذ؟ ب50. يبقى دي بكام يا أستاذ؟ ب50. طيب في طريقتين إن أنا أجيب الزاوية ده أهي وده أهي. إيه الطريقتين؟ يا تناظر حرف اف. حرف الاف أهو لو مش واخد بالك منه، مش المثلث عامل كده؟ حرف الاف أهو. نرجع تاني هتلاقي حرف الاف أهو. مش ده حرف الاف متشقلب؟ هو المثلث عامله لك كده بالظبط. الشكل بتاعك أهو. في حرف اف. حرف اف يعني لو ده 70 يبقى اللي تحت ده كام؟ 70. يبقى المفروض ده 70. طب الحل التاني عشان اللي مش ملاحظ حرف الاف ده اهي زاوية مستقيمة. مستقيمة بكام؟ 180. معايا يا أستاذ 70 و50 يعني معايا 120 وهي ب 180. اتبقى لي كام يا أستاذ؟ اتبقى لي 60. 60 ودي 50 ومجموع زوايا المثلث بكام؟ ب 180. معاك 60 و50 يعني معاك 110. 110 من ال 180 اتبقى لك كام؟ اتبقى لي 70. طيب نشوف اللي بعد منه. المثال ده مهم مهم مهم. ركز فيه. بسم الله توكلنا على الله. عايز منك الزاوية دي، الزاوية دي، الزاوية دي كلها. يطلب اللي يطلبه بقى. المهم تركز معايا. احنا عندنا حرفين زد. عندنا في المثال حرفين زد. بسم الله. والله يا أستاذ في حرف زد ده 40 يبقى ده 40. الحمد لله. والله يا أستاذ في حرف زد كمان اهو. اهو يا أستاذ لو مش شايفه. 60 يبقى دي 60. يعني ده 40 ودي 60. لو طلب الزاوية ده اهي 40. طب طلب دي 60. طلب دي كلها على بعضها ب 100. طب افرض هو بارد وطلب الزاوية المنعكسة بتاعتها. مش انا قلت لك اول الحصة ان الزاوية زائد المنعكسة بتاعتها الاتنين على بعض ب 360. انا معايا الزاوية ب 100 يبقى المنعكسة بكام؟ ب 260. كمان مرة هشرح لك المثال ده اهو كمان مرة وركز معايا فيه. هنشرحه كمان مرة. بص يا سيدي راسم لك مثال زي ده. عامل لك حرف زد هنا اهو ومقابله لك بزد تحت برضه اهو. بيقول لك ان ده بيوازي ده بيوازي ده وكاتب لك على ده 40 وكاتب لك على ده 60. ركز بقى معايا. خليك معايا. مش ده حرف زد؟ 40 يبقى اللي قصادها 40 بالتبادل. برضو مش ده اهو حرف زد. اتمنى يكون الزد واضح. زد دي كام؟ 60 يبقى دي 60 بالتبادل. تمام. لو طلب دي 40 طلب دي 60 دي كلها على بعضها 100. طلب المنعكسة بتاعت ديت. طالما دي 100 يبقى المنعكسة الباقي كام؟ 260. نخش على المثال اللي جاي. المثال ده بسيط خالص بس مهم. مهم يعني ممكن تلاقيه في الامتحان ان شاء الله. بص يا سيدي. عاوز مني الزاوية ده. هقول له حاضر. خليك معايا. انا واخد بالي ان في توازي. حرف يو اهو. حرف يو.
اليو يا أستاذ يعني الاتنين على بعض ب180. معايا 60 يبقى كام يا أستاذ؟ 120. اليو يعني الاتنين على بعض ب180. أنا معايا كام؟ 60 يبقى أكيد ده كام؟ 120. فاكر مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة كانت بكام؟ كانت ب 360. في نقطة أهي وفي شوية زوايا متجمعة حول النقطة. الزوايا دي كلها على بعض بكام؟ ب 360. طب أنا معايا زاوية قايمة ومعايا 120. اتبقى لك كام؟ مش القايمة دي ب90؟ 90 و120 210. 210 وهم كلهم على بعض بكام؟ 360. يبقى الزاوية ده اهي 360 ناقص ال 210 يديك كام؟ يديني 150. طيب اللي جاية زيها بالظبط بالظبط ان شاء الله. ركز معايا، راسم لك مثال زي ده. هنا بقى عاوز الزاوية اللي تحت ده. المرة دي هبدأ من فوق. من فوق يا أستاذ مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة بكام؟ ب 360. مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة ب 360. أنا معايا 90 و130. 90 و130 يعني 220. طيب يا أستاذ وهم كلهم بكام؟ 360. معاك أنت 220. اتبقى كام يا أستاذ؟ اتبقى 140. حلو. حرف اليو أهو. لو أنت واخد بالك في حرف يو. اليو يعني الاتنين على بعض بكام؟ 180. معاك 140 يبقى الزاوية دي بكام؟ ب40. تقريبا ده آخر مثال إن شاء الله، وركز فيه. أتمنى ما تكونش نمت بس. بص يا سيدي، ده تقريبا المثال ده اتشرح مرة ولا نعيده تاني عشان خاطر حبايبنا. بص يا عم، في توازي أهو، ده بيوازي ده. طيب واخد بالك من حرف الزد ولا مش واخد بالك؟ في حرف زد 50 يبقى دي بالتبادل 50. طيب هو عامل لي هنا نقطة وهنا نقطة، يقصد ايه بالنقطة دي والنقطة دي؟ قد بعض 50 يبقى دي رخرة 50. طيب ده هي زاوية ايه؟ زاوية مستقيمة. المستقيمة بكام؟ ب180. معايا يا أستاذ 50 و50 يعني معايا 100. 100 اتبقى لي كام؟ اتبقى لي 80. طب بص جوه المثلث ده، معاك جوه المثلث 80 و50 يعني معاك 130. طب هو مجموع زوايا المثلث بكام؟ 180 وانا معايا كام؟ 130. يبقى الزاويه ده بكام؟ ب50. ودي كانت اخر مساله النهارده ان شاء الله معانا في المراجعه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المراجعه وربنا معاكم ان شاء الله في امتحان بكره وربنا يوفقكم. سلام.